السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يلا بقى النهارده نعمل اكل مع بعضنا. هنعمل ان شاء الله كباب حلة. طبعا انتم متعودين انا بعمل كباب الحلة ما بسلقش اللحمة، بس النهارده اديتها غلوة كده عشان كنت محتاجة شوربة. كان عندي خلطة. جبت كيلو بتنجان وحشيتها، كانت موجودة في التلاجة عندي، كنت عاملة محشي قبل كده وكان فايض خلطة حطها في التلاجة. حشيت بيها المحشي هسويه، فعشان كده اديت لي اللحمه كام غلوه كده عشان تنزل لي شوربه. تعالوا بقى نعمل كباب الحله مع بعض. يلا يا حبايبي، قبل اي شيء ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي حله انا حطيت فيها زيت. تعالوا بقى على البوتاجاز كده. حله حطيت فيها شويه زيت وحته سمنه وبصلتين كبار. هنزل فيهم في الزيت كده والسمنه بتاعتنا. شوحهم تشويحه حلوه كده ان هو يبقى لونهم ذهبي، وهنزل باللحمه. نشوح البصل ونرجع نشوف هنعمل ايه. البصله اهي بعد ما خدت معانا لون كده، محمراش قوي، لسه هشوح اللحمه فيها شويه. هنزل عليها بقرن فلفل رومي على قرن صغير سبايسي كده اهو. اديله تشويحه بسيطه ونشوحه مع بعض شويه صغيرين. وهنا بعمل شويه رز ابيض، وهنا علقت على المحشي بتاعي. واقطع هنا فصين ثوم صغير، قطعهم صغير كده يدوها ريحه وطعم حلو. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طول ما احنا واقفين كده يا جماعه ندعي، نقرا قران، نذكر الله، الاكل هيبقى زي الفل. شوح كده فص الثوم بس ريحه الثوم يطلع. شايفين؟ طبعا انا اللحمه هنا يعني هي يعتبر، بصوا انا عايزه اوريكم، هي يعتبر ما اتسلقتش، جامده زي ما انتم شايفين اهي. بصوا ما بتتقطعش خالص اهي، ما بتتقطعش خالص، جامده. هي مجرد اديتها بس. شوحت اللحمه مع البصل اهي. حطيت فلفل اسمر وحبهان وجوز الطيب واسيبهم يتشوحوا كده مع بعضهم. وحطيت لهم شويه ميه مش كتير، شايفين انا بحط قد ايه؟ مش بعمل شوربه يعني، هي شويه ميه كده وهغطي عليهم. كل ما الميه تنقص والاقي اللحمه ما استوتش هزود، كل ما الاقي الميه تنقص والاقي اللحمه ما استوتش هزود، بس مش هزود ميه ان هي تبقى شوربه، تبقى زي ما انتم شايفين كده. الاقيها استوت اسيبها لحد ما تشرب، بس اخلي فيها شويه صوص صغيرين واحط لها شويه ديميجلاس. لما اجي احط الديميجلاس هقول لكم مش هحط الديميجلاس دلوقتي عشان الديميجلاس بيتخنه. تخلص اللحمه ونرجع. وادي المحشي بتاعنا بيستوي اهو، وحطيت رز على النار اهو يخلص. لما اجي احط الديميجلاس هاجي اقول لكم بحط الديميجلاس امتى، خليكم معايا. دلوقتي اللحمه داخله على نص سوا، خدت معلقه ديميجلاس دوبتها في شويه ميه كده. شايفين؟ عايزه اقول لكم شكل الديميجلاس عامل ازاي، هو بيبقى باودر كده. ثواني، بصوا الديميجلاس باودر زي عامل زي الجنزبيل كده شكله، بس عايزه اقول لكم ريحته فظيعه فظيعه. دوبتهم وهنزل بيهم. حطيت مكعب مرقه شويه ملح في اللحمه، هي خلاص يعني مجرد غلوه واحده وهطفي عليها.
عايزه اوريكم بقى بيخلي اللحمه لونها تحفه وطعمها تحفه. هقلب كده الدمجلاس اللي انا حطيته. بصوا اللحمه لونها بقى عامل ازاي. هتغلي غلوتين بس، ان هي خلاص استوت. تغلي غلوتين ان هي بس تشرب الحياء بتاعها الملح، والدمجلاس يتقل الصوص ده كده شويه وخلاص. وهنغرف اكلنا. خليكم معايا نغرف الاكل ونرجع مع بعض تاني، بس بعد ما تغلي لها غلوتين 3 كده. وبكده خلص اكلنا النهارده. المحشي جمال وتحفه، على فكره انا اكلت منه تحفه. والرز، وده كباب الحله. شايفين الدمجلاس مديله لون حلو ازاي، ومدي سمك للصوص بتاعه. ده كان اكل بسيط خالص النهارده. يا رب يكون عجبكم يا رب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.